السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأخبار المدهشة فعلا واللي تدعو للضحك والسخرية، بلاش السخرية، هي تدعو للضحك والدهشة في نفس الوقت، إن الكابتن جمال عبد الحميد لاعب نادي الزمالك وهو في البرنامج في الاستوديو التحليلي على قناة نادي الزمالك بيقول ايه بقى؟ بيقول إن احنا اتحسدنا بعد التعادل مع إنبي والهزيمة من الأهلي في السوبر، احنا اتحسدنا. وقال كمان الحسد مذكور في القرآن. أي نعم، الحسد مذكور في القرآن تمام. وقال بعد ما خدنا دوري وكاس والدنيا ماشية وكويسة وفلوس ولعيبة وصفقات وكل حاجة، بنتحسد واحدة واحدة. وأكد عليه الكابتن طارق يحيى وقال لما الدنيا بتقف كده بنروح نذبح أي حاجة فدوة، فأعتقد ممكن اللعيبة بتاع الزمالك تعمل فدوة. يا راجل انت مصدق نفسك ان انت مثلا اتحسدت؟ هو انت خدت كأس العالم للأندية مثلا؟ هو حضرتك حصلت على بطولة أفريقيا؟ هو انت خدت السوبر الأفريقي؟ ما اعتقدش ان مثلا الزمالك هيتحسد علشان دوري وكاس وخلاص. دوري وكاس ايه اللي اساسا اللي يتحسد عليه الزمالك اصلا؟ اما الاهلي حصل على بطولة السوبر المصري، يعني كده الاهلي اتحسد خلاص؟ الاهلي ممكن معرض للحسد؟ يا راجل قول كلام غير كده. يا راجل نفسي تطلع بتصريح ما يضحكش الناس عليكم. يا عم ده انت راجل مسؤول وراجل في يعتبر عقلك يوزن دهب، ولكن بعد التصريح اللي انا سمعته او اللي انا قريته عنك ده، اصبح ان انت بصراحة لا ما اصبح ما عندكش عقل بالمرة. فارجو ان انت تراجع نفسك في حكاية ذبح العجل والحسد والكلام الفاضي ده، لان اساسا مفيش حسد في الكورة بالذات.